نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح انا قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيخلص لاعب كبير هيكون مفاجأة. كل الاسامي اللي طرحت مؤخرا يحيى عطية الله واسامي تانية النادي الاهلي داخل فيها ناس كتيرة جدا ناقشوا الموضوع وناس كتيرة وفي الاعلام والقصة، واحنا ما بنقولش حاجة غير واحنا ماسكينها كويس. النني بيقترب ولاعب تاني زي النني ممكن يكون بيقترب، لاعب تاني زي النني ممكن يكون بيقترب. ومفاجأة امبارح حضراتكم هتسمعوا وتشوفوها قريب. النادي الاهلي في بعض الناس سمعت امبارح قصة كده، النادي الاهلي بيجيب صفقات كتيرة واللعيبة اللي عنده هيبيع بكام هيطلع بكام. النادي الاهلي صفقاته الجديدة ممكن هتتخطى أكتر من 400 مليون جنيه، هتتخطى أكتر من 400 مليون جنيه. افتكروا حضراتكم الأرقام دي كويس. طيب النادي الأهلي اللعيبة اللي بتخرج دي هتخرج إزاي؟ النادي الأهلي قلما إما هيخرج لاعب ببلاش. النادي الأهلي عنده عدد من اللعيبة دي ممكن هتتخطى في بيعها 200 مليون جنيه لو النادي الأهلي أخذ القرار. فواحد يقول لي يا عم والنبي بقى 200 مليون 300 انت قاعد، ما هو انت مش حاسس بحاجة، قاعد تدلنا في ميات وخلاص. اقول له طب انت معترض على ايه؟ اهدى بس عشان نقنع بعض. انت معترض على الرقم يتخطى ال 200 مليون، يعني ما يهمكش خالص. القندوسي لوحده هيجايب للاهلي 100 مليون جنيه ولا يهمك، يعني ما فيش حاجه، احنا لسه ما قلناش حاجه، احنا بنتكلم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ده القندوسي ما دخلناش. محمود متولي الوحيد اللي الاهلي هيسيبه خلاص فري. بيرستاو كايف فيه مليون دولار، ادي 150 مليون جنيه. دخلناش سيادتك على كهربا ولا رحنا على عبد المنعم ولا اتكلمنا في قفشه ولا دخلنا في طاهر لو الاهلي اخذ قرار ان هم مش موجودين. واعتقد ان هيبقى فيه كلام كبير في القصه دي. بعض الناس قالت لك ان القندوسي في كلام داخل مصر. الكلام اللي داخل مصر للقندوسي ناديين فقط لا غير، سيراميكا وزد. دول الناديين اللي بيتكلموا داخلين على القندوسي، وداخلين على القندوسي إعارة وليست بيع. يعني ايه عايزينه إعارة مش عايزينه بيع؟ لا، الأرقام اللي جت للأهلي تخلي أي نادي مصري الأمور تبقى صعبة إن هو يكمل. خلاص النهاردة سيراميكا عمره ما هيدفع 100 مليون جنيه في لعيب، زد عمره ما هيدفع الرقم ده، فقصة الإعارة خلاص انتهت. فالنهاردة الأهلي دخل في بيع، فالنهاردة ما فيش نادي في مصر النهاردة هيتقبل أو هيقدر إن هو يدفع الرقم ده. واحد يقول لي لا في، أقول له ماشي، بس من الصعب إن ياخده مباشرة من الأهلي. بيراميدز ممكن يبقى القندوسي على راداره، ولكن تبقى خطوة تانية من نادي تاني. القندوسي عنده إعارات كتيرة وإعارات مهمة، والفترة اللي جاية الأمور معاه هتختلف. عنده أرقام كبيرة ليه ولكن هو مش موافق. بيرستاو جاي له رقم ولكن عايز يكمل آخر سنة في الأهلي ويطلع فري. هل هيكمل ولا لأ؟ واحد يقول لي طيب أنا عمال أسمع ده خارج وده خارج وده خارج. ما هو كولر أخذ قرار إن عايز يعمل أبجريدنج للأجانب اللي موجودين، عايز يعمل أبجريدنج للقصة اللعيبة اللي موجودين. عشان يعمل أبجريدنج هيخرج، معنى كده إن هو خلص. وأنا بأكد لحضراتكم في أسامي طرحت على الساحة إن الأهلي بيخلص معاها. الأسامي دي مرمية للترقيص فقط لا غير. الأسامي دي اترمت وأندية كتيرة دخلت عليها، ومش هي دي الأسامي اللي الأهلي رايح لها. الأسامي للأهلي اللي رايح لها معظمها خلص فيها. الاسم اللي بيرميه النادي الأهلي بيبقى الحاجتين، يا مضاه يا مش في حساباته، يا مضاه زي أيمن يا مش في حساباته. ركزوا معايا وافتكروا الكلام ده كويس قوي.
افتكروا الكلام ده كويس قوي. ده ما يخص النادي الاهلي. ما يخص نادي الزمالك. نادي الزمالك اخر حاجه في الاهلي، كولر قعد مع عدد كبير من اللعيبه وقال لهم تخلصوا الماتشات اللي جايه تاخدوا اجازات وتريحوا. اللي عايز اجازه يكسب، عايز اجازه وعايز استعين بالناشئين الفتره اللي جايه اكسب عشان اريحك علشان تستريح. فده حافز كبير للاعبين.